هذه الأرض يسري في عروق، مسرى نور الشمس في وقت الشروق. حب هذه الأرض يسري في عروقي، مسرى نور الشمس في وقت الشروق. معلنا روحي فداء للكويت، وعد حر في الملمات صدوقي، وعد حر في الملمات صدوقي. جاهزين اعداد؟ انا جاهز، جواكم الله. 3 2 1. شكرا. مساكم الله بالخير متابعيني ومشاهدينا، وليله جديده من ليالي برنامجكم المفضل خلف المجهر. الليله طبعا مثل ما وعدناكم وشفتوا في البوست اللي نزلناه في تويتر وانستغرام في كل مواقع السوشيال ميديا، راح تكون معاي المطربه الجميله اللي انا امانه احب صوتها واعشق صوتها، وانا اصلا واحد من فانزاتها من يعني بدايتها الى هذا اليوم. الفنانه الجميله رهف حبيبه قلبي راح تكون معنا اليوم لايف، وراح تتكلم عن امور وايد تخصها، امورها الفنيه، امورها العائليه، كل يعني الشغلات اللي تخص هذه الفنانه الجميله راح تسمعونها وتشوفونها، خصوصا في فقره يعني الخطوط الحمراء. احنا طبعا ننطر الحين رهف تسوي لنا الاشاره مالتنا المعتاده عشان نسوي لها طلب القبول وتكون معانا على الهواء مباشره. من الحين انا طبعا اقول لكم متابعيني، انا الكومنتات اللي هنا الموجوده انا دائما اسكرها. اللي يبي يحط سؤال يا جماعه موجود، تلقونه يعني موجود السؤال بالصندوق هذا الموجود على علامه الاستفهام. كل اسئله مثل ما صار طبعا مع امس اللاعب وليد علي، كانت اسئله موجوده من البوكس واحنا نقراها وينقلها حق الضيف. هذه طبعا رهف معاي، هذه رهف وينك يا رهف؟ اوكي رهف جيتاره، اهلا وسهلا رهف جيتاره. سلام. هلو. هلا فيك. رهف شلونك؟ والله الحمد لله، مساك الله بالخير. شو اخبارك؟ مساك الله بالنور. الله يسلم عمرك، مبارك عليك الشهر مقدما وعلى كل الموجودين، كل عام وانتم بخير. علينا وعليك وكل عام وانتم بخير. والله يا رهف ماشي اقول لك شلونك تايم، يعني من زمان عنك، يعني احنا من زمان ضايفين بعض لكن يمكن ما تم التواصل ما بيننا الا بالفتره هذه، خصوصا يعني بالبرنامج خلف المجهر. وبالعكس يعني انا يسعدني ويشرفني اني انا اطل معاك، وانا قلت لك وذكرتها قبل شوي ان انا احد فانزاتك، انا اتابع يعني كل يعني البوماتك في الفتره السابقه اللي انت قدمتيها الى هذا اليوم، انا متابعك يعني بكل شيء انت تقدمينه، مبدعه والله. والله يسعدني يا اخوي عبد الله، وبالعكس يعني سبحان الله يمكن ما شاءت الاقدار ان نلتقي في احد البرامج اللي انت قدمت فيها، لكن يعني وايد حلوه فكره خلف المجهر انك سويت برنامج انستغرامي، وهذا الاستغلال التكنولوجي بذكاء. الله يعطيك العافيه. والله شوفي خليني اقول لك شغله، انا يمكن ما اقص على الناس، انا دائما اصرح وياهم، هذا الموضوع كله مال برنامج خلف المجهر صار صدفه. قسما بالله انا قاعد قلت ها خط احمر، انا من زمان قدمت يمكن على ام بي سي، قدمت على محطات وايد الكويت، وايد محطات حتى اي تي في، قلت لهم يا جماعه ودي اسوي برنامج في خطوط حمراء. تخيل يا رهف في خطوط حمراء، ودي اسال شيء اسئله ثقيله بس ما بزعل احد، ما احب الضيف يزعل، يعني ودي اسال اسئله تخصه بس هو للحريه انه يرد ام لا. يعني انا اليوم اقدر ان انا ازعل شخص اقول اجباري انت تجاوب، واقدر اذا الشخص ما بيزعل مني يقدر يقول انا ما بجاوب على السؤال اللي سالتني عادي، صح ولا مو صح؟ فعشان كذا انا حطيت الفقره هذه الخطوط الحمراء وصار عليها طلب وايد مثل ما قاعد تشوفين، وخصوصا الفقرات اللي قدمناها مع هند بلوشي، مع مشاري البلام، مع ياسه، مع وليد علي. تصريحات وليد علي امس صرح تصريح يقول انا حتى بالقنوات اللي تخص كره القدم انا ما صرحت ان انا اخذت اجر 60,000 دينار. امس صرح التصريح هذا من خلال خلف المجهر، بالعكس يسعدني هذا الشيء. تخيل يا رهف. والله حلو. وبعدين اجمل شيء اخوي عبد الله ان انت ما تصير مقيد من خلال مثلا، اكيد حلو التعاون مع جميع الناس والقنوات، لكن لما يصير المنبر منبرك يصير الحدود بالاطار اللي انت تحطه، طبعا صح. من ضمن الاحترام للضيف يعني. صح كفو عليك. الحين خلينا ندردش شويه رهف. الحين طبعا الناس تدري انت طبعا فنانه، وسبق انه يعني يمكن ما اقول لك انت سويتي طبعا كليبات مثلتي فيها، لكن سمعنا كذي العصفوره قالت لنا انت عندك عمل مثلتيه او بتمثلينه. مثلتيه بس ما نعرض. اي دشينا بس ما خلصنا باقي شويه. عطينا والله اول شيء يعني يسعدني، يعني صراحه كنت يعني صارفه النظر عن موضوع التمثيل،
الاسباب انت عارفها، انت مثلت وعارف ان تكرس وقتك وطاقتك حق عمل يعني تعطيه كل شيء، خلاص يعني التايم مالك كله حقه. فباختصار شديد انه صار في اتصال من اخوي علي الدوحان، هو مكلمني من زمان. الكاتب علي الدوحان صديقي العزيز مكلمني من زمان، بس انا كنت شويه يعني ما ادري، ما صارت سبحان الله ما صارت. فبالعمل هذا اللي هو عداني العيب، لما كلمني قال لي رهف عشان انت هذه اول تجربه راح اسهلها عليك، انت فنانه. قلت له ممتاز ممتاز ممتاز، خلني اجرب هذه يعني الدراما بفنانه عشان شويه ادش يعني على قولتهم ادش هذه الاجواء. ادش المود. تجربه عجيبه، ويسعدني اكيد اني اوقف قدام الفنانه الهام الفضاله لاول مره وباول عمل. هذا شيء يعني يشرفني بصراحه، انا احبها انسانه وفنانه. كذلك الفنانه غدير السبتي، يعقوب عبد الله بعد معاكم نفس الخط. يعقوب عبد الله كان المفروض الدور هذا، احمد سلمان. يعني مجموعة جميلة جدا، وأنا سعيدة، وأكيد مخرج مثل محمود الدوايمة يعني أتشرف أكون معاه يعني. طبعا أستاذ محمود. أقول لك زين كلمينا عن يعني بصراحة شنو شغلات، أنت طبعا الناس كلها تعرف إنك أنت مطربة من الطراز الأول ولك أغانيك الحلوة اللي نحب نسمعها دائما، لكن موضوع التمثيل هذه طبعا نقلة نوعية 180 درجة أنت بدلتي. لكن ودي أقول حق الناس اليوم يا ابوك حطوك قدام كاميرا قالك مثلي، شلون ادائك كان؟ ما حسيتي متوتره؟ ما حسيتي عرقتي لما لكيت شويه مثلا قالك عيدي مره مرتين؟ صار معك الرهبه مالت الكاميرا شلون؟ انا اقول لك اول شيء انا لي تجارب بالمسرح، فالمسرح يختلف تماما، وقالوا لي ان اللي ينجح بالمسرح التمثيل شويه هين عليه، لان قدام الجمهور اعادات وكذي. اي فللامانه انا بالبدايه خايفه، ما اقص عليك، خايفه متوتره. وسالفه المايك كل ساعه متوهقه، يعني ما يعني يا البنطلون يا ما ويعني ضعت. بس الفنانه الهام والفنانه غدير والله العظيم انا ما انسى لهم هالشغله، طخخوني ووايد يعني اعطوني كلام ايجابي. ف انت يحبونك رايف، من ما يحبك انت؟ طبعا راح يكون وياك، والله العظيم طبعا راح يكون وياك، انا موجود اول واحد اوقف وياك. بعد قلبي والله جد والله. زين تعاون المخرج شلون كان معاك؟ المخرج الستاف مال العمل، خلينا تكلمين عن الفنانين، كلمين عن فريق العمل نفسه، مساعد مخرج ما حسيتي بصعوبه بالتعامل معاهم؟ خصوصا هم تعرفين ضغوط العمل وكذي كتصوير تصير نفسيتهم شويه فيها ستريس وضغط وكذي، ما تضايقتي بالموضوع ولا عادي؟ اول شيء الاستقبال، اول يوم الاستقبال كان جدا جدا يعني فريندلي. يعني شفت الاخ عبد الله العيدان اول مره التقي فيه، مخرج منفذ جدا جدا، انسان راقي، انسان يعني مثل ما يقولون، انا ما ادري منو هو اول شخص يعني اول ما صفت السياره يا هلا رهف حياك الله. من حسين ابو لحيه؟ والله لبس نظاره طبيه ولا عبيد العيدان غير؟ يمكن ما ثبت. في واحد نسيت اسمه بعد، انا مسميته المهندس اللي مال المايكات. وطبعا المخرج يعني جدا جدا سلسين، كل الستاف انا محظوظه اصلا، يعني قاعد اقول حق الممثلين انا محظوظه بهذا الطاقم كله، يعني من الستاف على قولتهم التقني والفني صراحه. انت معوده زين لحقتي اللي صورتي العمل وخلصتيه قبل ادش عليكم موضوع سالفه الكورونا هذه، بس وقفتوا انتم في يوم وقفتوا يومين؟ باقي لنا مشاهد وقفناها بعد، شو نسوي؟ للحين وقفتوها ولا خلصتوها؟ لا وقفنا في اشياء وقفناها. لا هذه مشكله. اي والله، بس تقيد في على قولتهم القوانين، احترام القانون، كذلك احترام انفسنا وخوفنا على بعضنا اكيد. يعني هذا اي انسان عاقل ممكن يسوي نفس اللي يسوي. يعني معنى ذلك يعني بعد قرار الحظر الجزئي وقفتوا تصوير المسلسل او ما تبقى منه؟ قبل الحظر وقفنا، قبل الحظر. يعني من جات لكم اوامر ان عدم تجمعات والامور هذه انتم وقفتوا؟ هو يعني ما جت اوامر حق يعني طاقم الانتاج والاداره، لا هو من دروا عن القانون وصار في تواصل مع الفنانين، قرروا انهم يحترمون القانون ويوقفون، لدرجه ان احنا ما كملنا، في عندنا وايد مشاهد فيها تجمعات يعني. صحيح. وقفنا. زين رهف، انا الفقره ما احبها، الخطوط الحمراء ما احبها، هي المفروض الحين على ابواب، بس انا ودي كذي اغنيه نفك فيها نفسيتنا على قولة المصريين، ومن بعد ذلك ندخل على الخطوط الحمراء. غني الاغنيه كذي شوي دندنه على ما تهيئين نفسك ان راح ندخل بالخطوط الحمراء.
ان شاء الله. انا قبل لا اغني انا من الشخصيات الصريحه وايد اخوي عبد الله، يعني حتى الامور اللي وايد وايد صريحه عادي، لا يعني ما احاتي. ان بس شاء الله. عموما ما ادري شنو طبيعه اسئلتك، يصير خير. يلا تسمع صوت آلة او شيء؟ اللي تبينه. انا حاليا قاعده اعزف في صوت. نو الاعداد ما ما يسمعون شيء. أوكي. يسمعون شيء اعداد؟ ما يسمعون. طيب الحين خفيف حيل. خفيف. طيب عيل انا اغني بدون آلة او نجرب، يعني نجرب. ظهر الآلة بس على السماعات اللي بذونك تسمعين انت واضح صح؟ ممكن مع ايه اني اوكي شغلتهم بس نشوف. حالات عاد مع الآلة بس يلا مو مشكلة صوتك. صوتك جبار بآلة ولا بدون آلة؟ كيفك؟ تغنين على الفالت؟ اوكي. ما كان بالخاطر تتغلى وتكابر، جرحت وانا صابر، تالي الصبر شيكون، خيبت فيك الظنون، خيبت فيك الظنون، تارارارارا. ان شاء الله كان واضح الصوت. طبعا واضح الصوت، واضح برافو عليك جبار. الآلة يعني كانت قدامي بس ما ادري ليش ماكو صوت. بس انتم فيكم طبع كل المطربين يعني المحترفين لاحظت فيكم شغله، الاغنيه لما تغنونها في الاستديو وتتسجل بالالبومات احنا نحفظها على رتم معين. إيه؟ انتم بعدين تغنون بالفات تغنونها شيء ثاني. صح. يعني طريقه الاسترسال مالها والمطه مالتها تختلف. صحيح. يعني هذه الاغنيه على بغنيها الحين راح اغني لك نفس الالبوم مالك. اي نعم والله العظيم. صحيح. يعني ما كان بالخاطر تتغلى وتكابر. خليكم الصوت انا شاهد. انا بقى ابين صوتها وصوتي مو حلو بس انا قاعد اقول الطريقه مالت الغناء هذه اللي قدمتيه، لكن من تغنون مثلا على الفالت ولا تغنون بحفلات خاصه تختلف، يعني لما تغنون بطريقه مختلفه ما ادري ليش. 100% اكيد. يعني السبب ان انا الحين لما اوقف قدام المايك مهندس الصوت قدامي، يلا رهف خلينا نقول هذا البارت، انا ما راح اغني كل مره نفس الشيء ترى. صح. فهو على حسب التيكه اللي خذاها راحت خلاص سجلها. اوكي. نزلها. اي فهو كذي الفنان، يعني كل ما يغني يطلع شيء معاه ارتجالي بروحه. بس تحيه حق الاعداد اللي معاك. سلام عليكم. حياك. فريق اعداد فريق يعني شباب وبنات فيهم 5 ما شاء الله. والنعم والله والنعم الله يحفظك. متابعين بشكل جيد في تليفونات يعطيكم العافيه. ما شاء الله نعيمه توك سامح ها زين يلا اوكي. الحين شباب اعتقد الفنانه رهف قبلت انها تدخل معانا في الخطوط الحمراء وانا مستعد وهي مستعده وننتظر تعطونا الميوزك وندخل بالجد. جاهزه؟ جاهزه. اوكي. خبر الناس كلها تدري، وأي فنان حقيقي لما أي شخص يغني له
ويدري انه، وخصوصا اذا يعرفه بعد ويكون فنان، هذا شيء اصلا يكون شخص براود اول شيء في نفسه وسعيد ان هذا الفنان غناله. فاول شيء الانين صديقه، والدويتو اللي صار بينها وبين اخوي مشاري انا فخوره ان يعني اي نعم مشاري العوضي، انا فخوره جدا ان عندي اغنيه انا مغنينها فنانين وضربت. وانا ترى مو من النوع اللي عندي مشكله مثلا لما احد يغني اغنيه وممكن الناس تنعجب فيها اكثر من صوتي، انا وايد عقلي اكبر من كذي. فما ادري من موصل لك هذا الخبر، بالعكس اي فنان يغني حق جيتاره الأغنية صح أنا كاتبتها ملحنتها بس مو مالتي، مالت جيتارة. فلما أي أحد يغني لنا هذا شيء يسعدني، وفما بالك الفنانة الجميلة الأنين، يعني بالعكس هذا شيء يسعدني أنا أصلا، يعني مو اللي يضايقني. ما أدري منو قايل لك هالخبر يعني. أنا بتكلم عن أيام دراستك في ثانوية هدية للمقررات. كنت وايد شيطانة أيام المدرسة صح؟ وايد. شنو نوع الشيطانة كنت تشيطين؟ والله أنا صريحة يعني كل أنواع الشيطان. أعطيك واحدة عشان أوريك إن أنا عندي معلومات. واحدة منهم إن أنت كنت تسوقين سيارة أمك وما كان عندك ليسن عمرك 17 سنة، كنت تفترين فيها. سيارة خالتي. سيارة خالتك. إي نعم. عمرك 17 سنة وما كان عندك ليسن، هذه واحدة من الشيطانة. شباب يمكن يسوون. مو 17 أصغر، عمري 14. 14. عبيت صراحة. برافو. إن شاء الله الداخلية ما تتابعنك. كم؟ 14 سنة أسوق. بعد يمكن كنت أصغر بعد بالغزو يعني سكت، لأن أبوي الله يرحمه هو اللي علمني، كنا نروح الفرق. داخل المدرسة شنو كانت النشاطات؟ شنو نشاطاتك كانت؟ من الأبلاط كانت. والله كانت شطانة، احنا كنا مقررات فساعات أزرق يعني ما أروح يعني الساعة اللي علينا، احنا ساعات مو حصص يسمونها ساعة. فكنت أقعد بالكافتيريا يعني مع رفيجاتي شلتنا. ساعات ما داوم. ما تهاوشين؟ لا أنا أتهاوش كلش كلش كلش، شخصيتي مو كذي. سنة من السنين بسبب الغناء مع شباب بالفرقة الموسيقية نفسها مالتك، فرقة الجيتارة، وكانوا أصلا أهلك ضد فكرة إنك أنت تغنين من الأساس. هو طبعا أهلي ضد، وظلوا سنوات إنهم ضد إني أنا أكون بالإعلام بشكل عام، أنا أطلع بالتلفزيون، فما بالك مع فرقة مثل ما تفضلت. لكن أكيد دام إن الأهل حريصين ما يرضون، مو معقولة بيقطون يعني بنتهم، وخصوصا إذا كانوا عائلة يعني من عائلة. ف أمي ما راح تسويها يعني أكيد. لكن أنا في سنة من السنوات فعلا اضطريت إني أنا أعيش بروحي بسبب بيع بيت والدي الله يرحمه عقب وفاته. أمي باعت البيت لأن أبوي الله يرحمه توفى داخل البيت، فأمي خلاص كرهت البيت فباعت البيت، شرت شقة تمليك ووزعوا الباجي يعني على الباجي الفلوس وزعوها. أنا وقتها متزوجة خذيت كل ورثي. فلما انفصلت رديت، هم كل واحد على قده يعني الغرفة، وأنا عندي آلات موسيقية، عندي أجهزة وأغراض ولوية ما راح أقدر أحطهم هني. فيعني حسيت إن أمي عادي عندها إن أنا مثلا أروح أستقر بمكان وكذي، جست النبض شفت إنه أوكي فعشت بروحي. أوكي كنت متضايقة إن اضطريت إني أنا أعيش بروحي ما عندي مكان بيت أهلي، بس 9 سنين
عشت بروحي، سويت شخصية مو رهف الناس اللي تعرفها، واحدة ثانية، كني دشيت بشخصية واحدة ثانية تماما يعني. فمو طرد ولا أي إنسان متربي وولد عائلة وعنده عيال مستحيل يطرد عياله إذا هو فعلا ولد عائلة، ولد يعني قصدي إنه مو قصدي ولد عائلة، قصدي متربي بعائلة يعني، فمستحيل يسوي كذي بعياله. هذا اللي صار. لكن حسب المعلومات اللي عندي ان انت من الاساس يا رهف ولدتي في وسط عائله مفككه. اقول لك شغله اخوي عبد الله، شوف انا الحمد لله انا امي وابوي يعني لاخر يعني لما ابوي الله يرحمه توفى، قلت لك توفى في البيت، يعني شلون مفككه؟ اذا عائله مفككه وابوي توفى داخل البيت. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، حتى لو كانت مفككه اتس نوت ا شيم، يعني هذا شيء مو معيب، لان لما تكون عائله مفككه مو ذنب الام ولا الابو، الظروف اللي صارت كذي، فالعيال اتس نوت ا شيم فور ذم انهم يستعرون انهم من عائله مفككه. فعادي يعني هذا يصير حق اي انسان يعني ينولد بظروف انه تكون عائلته مفككه. لكن الحمد لله انا امي وابوي عمري ما شفتهم يتهاوشون، حتى لما كانوا يتناجرون يدشون الغرفه مو قدامنا. فهذه شغله انا تعلمتها لما يعني كبرت واستوعبت، هذه شغله وايد كانت حكيمه من امي وابوي انهم عمرهم ما تهاوشوا قدامنا. راي اهلك لما انت قدمت الفرقه وقدمت مع الفرقه الموسيقيه فرقه جيتار، كان طبعا فيها شباب اثنين زملائك وانت تحبينهم مثل اخوانك على ندمك، لكن راي العائله اكيد يختلف. طبعا. شنو كان رايهم؟ انا خالتي هذول شباب وانت بنيه وفي مخالطات. خالتي كانت تدق علي بالدوام، دوامي كانت تدق علي تصرخ علي بسرعه راح تخلصين كل هذا الشيء، ويعني اقول لك اياها بالكويتي سوتي ويهنا. يعني اقول لك اياها بالكويتي، الحكي سنه 2001 او 2000، دق علي من الدوام سوتي ويهنا وفضحتينا وطلعي من الفرقه وخلصينا من هذا كله وما ادري شنو. انا ثلاجه، لان انا شخصيتي مو نفس الحين، شخصيتي كانت كيرلس، كانت جريئه، كانت بسوي اللي ببالي بس مو بقله ادب، ان شاء الله وبعدين اسحب، فاهم علي؟ كذي كانت شخصيتي. بس الحين لا، لو يرجع فيني الزمن على شخصيتي الحين راح افكر بألف شغله وشغله، بس مو ندمانه لان حققت شيء حق نفسي، مو ندمانه ابدا. كليب اغنيه يا غالي تم تصويره داخل سكراب وكان مليان عزك الله كلاب، وانت كنت وايد خايفه، لكن رغم الظروف انت صورتي داخل السكراب. ما كان في مكان ثاني ولا فلوسكم شويه؟ لا والله انتاج روتانا، شلون فلوسهم شويه؟ روتانا يعني دايله لكم الخيط والمخيط. لكن رؤيه الفرقه مع المخرج يعرب ويرحمه الله يذكره بالخير، كانت لهم رؤيه بالالوان، كانوا يبون الكليب بالالوان الترابيه، فمحتاجين بيئه ومثل ما يقولون باك جراوندات تلوق على هالفكره. فهذه الفكره انا وقتها يعني ما عندي راي بصراحه، لان قالوا لي كذي الفكره، قلت لهم انا وياكم، شو اللي تبونه انا وياكم. انا فيني هذه خصله على فكره، لما تصير عندنا مثلا فكره معينه انا ما احب اخالف الا بحاله واحده، اذا شفت عندي راي ممكن يضيف، بس ما احب اخالف. خلاص قررت وعليكم بالعافيه انا وياكم. لكن في نقطه واحده بكليب يا غالي اخوي عبد الله، انا جايه سابحه ومسويه شعري، وتذكر شعري ذيك الفتره كله لفافات، اشقر بوي ولفافات، فيايا ومذهبه قشي كان يقول لي مال الازياء، طبعا مال الازياء اخوي محمد اخو خالد وفهد، محمد شمو الله يذكره بالخير، قال لي رهف جايه بسكراب وتوقف فيك سياره وشعرك بوي ولفافات ممنوع، لازم تحطين مثل جل او موس عشان ينزل. ما لقينا احنا بالسكراب. شنو تتوقع حطوا لي؟ حطوا لي زيت باراشوت. حطوا لي زيت باراشوت، لا كان زين، زيت باراشوت مال جوز الهند، عرفتوا؟ اكلب وحاطين لي زيت. هذا مو مطلوب مني اضحك نهائيا في هذه الفقره، لكن زين المفروض دنجير يعني
مسكينه. اوكي انا اسفه. فحطوا لي زيت تصوير كليب وحالتي حاله وشعري في زيت باراشوت. فهذه ذكرياتي مع يا غالي بصراحه. بس انا عموما اي لاف دوجز، ما اخاف منهم. رحت لهم لمقرهم، لكن صار في شوية اختلاف لأن أنا مو مطربة بس، أنا الحين داشة دراما وداشة مسرح، كان عندي مسرحية. فقلت لهم بالواتساب، حطيت لهم قلت لهم إن شاء الله أنا راح أقرأ العقد 11 ورقة. فطبعا أشكرهم على اختياري، لأن هي قالت لي إحنا شغلنا أسامي الفنانين واخترناك بما أن عندك باك جراوند يعني كبير، واحنا نحترم فنك اللي قدمتيه، فاحنا نبيك معانا. قلت لهم انا مشكورين على اختياري، لكن انا الحين مو بس مطربه، وبيني وبينك اخوي عبد الله انا ما ابي احس انه محتكره. لكن لو بطالع ان البرستيج وكذي، انا وايد راح اكون مستفيده اني انا مع اسمهم، لان اسمهم مو شويه. لكن انا ارتئيت اني انا مو بس عشان اسم وشكل واجهه، لا انا الحين داشه خط دراما وخط مسرح. يعني توني هالسنه ما شاء الله هلت علي اكثر من مسرحيه، والدراما من دشيته هم يعني عمل ثاني، يعني من نص الدراما. فما صار اتفاق بيني وبينهم. بالنسبه حق الاجر انا اتفق معاك من ناحيه حفلات وليس شركات انتاج. شركات متعهدين حفلات اي. كم وصل اجرك اخر ايام؟ انا ما طلبت اجر وايد، وما راح اقول الرقم، بس انا ما طلبت وايد، يعتبر وايد بالرينج اللي اقل من العادي يعني. بس قلت مو مشكله، انا راح اقلل السعر لان من زمان مو طالعه حفلات، انا طلعت حفلات بسيطه يعني. فلا عشان فلان هو اللي ماسك الانتاج. إذا تبي تقوله قوله، ما عندي مشكله. تبيني انا اقوله عادي عندي. قولي انت. اسمي نقول اول حرف الميم. منى اسمي. منى شنو؟ منى الحداد. هذا كان اخر سؤال. شكرا 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 على صراحتك وقوة شخصيتك، وبرافو برافو برافو. عدينا الفقرة. هلو رهف. سوري انا اسف رهف على الاسئله. بالعكس انا اسف وايد، بس والله العظيم هذه الفقره اللي الناس تحس. بالعكس ممتعه. علي اعطوني صوت. كم يرقصون.
طبعا انا قاعد اسولف معاك بالفقره، فقره الخطوط الحمراء، ما قاعد يضحكون. ليه؟ انت قطعت كلها قاعد اضحك، بس انا مجبور ما اضحك. ما حد ادري ضحكني، قاعد اشوفك ما ساكت. حد ضحكني بالخطوط الحمراء الا ياسر. وقفنا البث كله، يعني ياسر حسيتني عفسه، اعطتني رياكشن اختنقت. عموما يمكن شفتي الاسئله رهف، اسئله حلوه بنفس الوقت صح، فيها خصوصيه، لكن انا قلت لك الحق انك انت تردين على الاسئله او ما تبي تردين، وبالنهايه انت يعني تسوي اللي تبينه وتبي تردين على الاسئله اللي انت تبينها. راضي علينا اهم شيء؟ والله على عيني وراسي، يكفي ان قاعد نستمتع ونسولف يعني. شفتي؟ انزين عكس الحين احنا نرجع لدردشتنا العاديه وسوالفنا العاديه. خلينا نتكلم طبعا عن الشركات اللي دائما توقع مع السليبرتي، مثلا المشاهير بشكل عام يوقعون. يعني مثلا نتكلم عن شركه بوتيكات، انا في كل حلقه اذكر هذا الموضوع لان بوتيكات مركزه على كل المشاهير اللي موجودين في الكويت. رهف ليش ما وقعوا معاك بوتيكات؟ للامانه بوتيكات ما تواصلوا معي. اي في براندات تواصلوا معي، يعني أي. في من طرفهم تواصلوا معي. انا عندي مشكله اخوي عبد الله، اكون معاك صريحه. شنو المطلوب مني انا عشان اوقع معاك باي شيء حق التسويق؟ مو لازم على طول اسوق المنتجات اللي انت اسوق تطرحها. المنتج، صحيح انزين انزين، انا شخصيتي مو كل يوم اطلع، انا مو كل يوم اقعد امسك احط وشي، انا لا، انا وايد انتقائيه في الاوقات اللي اطلع فيها. في ناس انا يعني اعرفهم عندهم يعني توقيع مع احدى الشركات، لازم والله تقول والله انا مو مجربته، والله العظيم مو مجربته، اطلع ابطل كاميرا روعه يهبل، تقول ما اعرفه ولا ادري منو جايبه ولا حرام، ادري. هذه عدم مصداقيه هذه. والله قدامي قاعد تقول لي هذا شنو، منو اللي جربه، نسيت منو اللي جابته، منو اللي ما شنو. يهبل روعه بناتي ينن جربوه، انا جربته يهبل. لما سكت هذا التليفون، يعني سكت السنابه، كان تقول هذا منو جايبه، انا نسيت. شنو معناته؟ معناته ان هي مجبوره وما ادري يعني. طبعا انا مو ضد هذا الشيء، كل واحده يعني ما شاء الله في ناس لهم خلق ومقاقه يوميا، فعليهم العافيه. يعني انت يعني ما عرضوا عليك، لو عرضوا عليك توافقين ولا لا؟ حسب، اذا انا مجبوره يوميا يمكن ما يعني، ما ادري حسب شنو انا مستفيده بالنهايه، يعني شنو بستفيد عشان اغراض. الحمد لله بزنس شغل، لا بزنس هو شغل بفلوس بالنهايه، يعني في نسبه لك في نسبه، ما ادري اذا النسبه حلوه اكيد هذا بزنس بالنهايه، بزنس يعني بالنهايه الواحد يشوف الديل شلون. لان انا الفريق مال بوتيكات دائما معي وانا موقع وياهم، فموجودين الحين. فانا دائما اقول حق السليبرتي بشكل عام سواء موقع او مو موقع، على اساس تكون يعني منتبهين على الموضوع، فانت يعني معاهم، يعني لو عرضوا عليك توافقين. والله حسب اخوي عبد الله، انا ما اتفلسف ونفس كلامي، مو عشان قلت لي والله مثلا الفريق قاعد قدامي راح اقول له نفس الكلام. اذا انت مقيدني يوميا اعرض اشياء انت مطرشها لي، انا يمكن مالي خلق، انا يعني هذا الشيء ما يمشي عليهم. هم يدزون لك شغلات انت تختارين تحطينها في البوتيك وتتكلمين عنها، بس ما يكون لونج تايم انا اصلا يعني على طول. لو بفكر انا عبد الله، لو بفكر خي عبد الله، لو بفكر بامور التسويق انا شاطره، بس يعني شغله وايد احبها اللي هي البواريك، يعني لدرجه انا اسويهم، قمت انا اسويهم سوالف كذي، فهذه الشغله يمكن كذي. بس ما ادري احس نفسي يعني والله لا تسوي لك براند خاص فيك وتبيعين بس بواريك وما تحتاجين اصلا لا ولا شركه عالميه تحتاجين. والله العظيم تكون انت مختصه بهذا الشيء. دائما الشيء لما يكون مختص عند واحد يكون افضل. زين انا طبعا بذكر المتابعين انا قاعد اسكر الكومنتات عشان المشاكل والسب والامور هذه، وفي بنفس الوقت عشان لا يتهكر اللقاء مع رهف. ودائما اذكركم متابعين الصندوق اللي تحت اللي عليه علامه استفهام، كل اسئله طبعا مليان ما شاء الله اسئله قاعد اشوف، حق رهف بعد شوي هي تقراهم، وعندي طبعا انا اسئله مجهز لها فريق الاعداد، بساله سؤال بعدين برجع اخذ اسئله الجمهور من الحين كتبوا داخل الصندوق اللي عليه علامه استفهام. اكونتك في السوشيال ميديا ساعد ان ترجع رهف بعد ابتعادها عن الغناء. انستغرامك يعني رجع يعني الذاكره للناس، تذكر رهف بلش يعني انه الناس يستوعبون ان رهف لا زالت موجوده لا زالت تغني، صح؟ نعم. الإجابة إن أنا من وقفت فرقة جيتار 2009 أنا كنت مو مبتعدة، أنا موجودة وقدمت برنامج أطفال على المارينا ونزلت سنجل وكل شيء، لكن بالسوشيال ميديا رجعتي الفعلية السبب انستغرام يعني صراحة 2014. اي نعم. وطبعا الكاتب اخوي عبد الله الرومي بعد كان سبب من الاسباب اني انا اطرح اغنيه اشوف الفرحه مع اخوي حسين الجناعي اللي هو الموزع،
فصراحة هني فتحت لي يعني، وما أنسى فضل الفنانين والفنانات اللي نشروا حساباتي يعني بصراحة. يعني حسابي في وايد ناس قالوا رهف كيتارة ترى موجودة من انستغرام ضيفوها، من ضمنها الأنين، من ضمنهم فنانين. يعني ما أنسى فضلهم صراحة. يعني هم قالوا حق متابعينهم ترى رهف موجودة. انا ايش قلت لك في بدايه الحلقه؟ قلت لك ماكو واحد ما يحبك. على راسي والله، على والله راسي. العظيم راهب كلنا نحبك، انا احبك حبيبه قلبي. نعمة من الله، نعمة من حبيبي الله. راهب، الحين هذه اسئله الجمهور تقرينها وتجاوبين عليها انت. رهف ليش ما تنزلين أغاني باليوتيوب كفر أو تغنين شيء؟ أنا عندي قناة يعني مو مجابلتها عدل بس فيها كفرات، وبس اللي يبي يسمع كل شيء يخص رهف من ناحية أغاني رسمية وكفرات الدنيا بالساوند كلاود، نفس اسمي هني بالإنستغرام نفسه، بالساوند كلاود كل شيء موجود. هذا سؤال ثاني. تعتبرين يا غالي هي اللي بدت تشهرك أو هي اللي شهرتك؟ أخوي عزيز منذر. طبعا أنا مو طالعة بروحي، أنا طالعة مع فرقة. ففرقة جيتارة لما طرحت الألبوم الأول نجحنا بالوطن العربي، خلينا نقول الخليج بداية. يعني ما أنكر أن بالكويت أكثر شيء، لكن بالخليج وصلنا البحرين وكذي، كانوا وايد يسمعون أغاني الألبوم الأول. بس فعلا ألبوم يا غالي اللي هو 2002 قصتي هو مو بس نشرنا بالوطن العربي، نشرنا جميل. كل العالم. جبار جبار. هذا عندك بعد سؤال، هذا اسئله الجمهور. اي فاطمة تقول ليش غيرتي اسمك من منى إلى رهف؟ لأن منى اسمي الحقيقي، وأنا أهلي ما كانوا راضيين في دخولي المجال الفني، ورهف كانت شخصية متنكرة لدرجة لو تشوفين ألبوم جيتارة 2001 ألبومنا الأول بالفوتوشوب مسويني شوية أغمج وحاطين لي حبة خالة. أبي أعرف رأيها بصراحة عن تجربتها بالمسرح بدون مجاملة. العميري تجربة رائعة، وأي فنان عنده يعني موهبة التمثيل وجرب دراما خليه يجرب المسرح، لأنه عالم ثاني، عالم الواقع يعني اللي هو قدام الجمهور وتعيش تجربة التمثيل. صح. ليش ما تغني أغاني كويتية باللكنة البدوية مثل الفنانة أمل شابلي أو امل شبلي الأردني أو شلبي، يمكن مو واضح الاسم. والله أنا عندي المقدرة إني أغني في أكثر من لهجة، فنجرب ليش لا؟ إن شاء الله. زين. هذه طبعا من ضمن الأسئلة اللي دائما عليها لقط أو الكلام عليها زيادة. أغنية يا غالي ليش ضربت مع أنها بسيطة؟ أول شيء اللهجة البيضاء اللي نعرف كتبها الملحن ذكرنا فيهم ملحن واخواننا طبعا اللي إن شاء الله. نتذكر يعني راجعين لهم، لان هذه وايد عليها اسئله انا شفتها موجوده بالصندوق. طبعا اللهجة البيضاء اللي كتبها أخوي الكاتب فيصل بورسلي. اللحن كان سامري، لحن يا غالي كان سامري. خالد شمو أخوي الفنان خالد شمو في جيتارة لما سمع اللحن قال لي رهف اللحن وايد قوي خل نحوله. أنا كنت ملحنة سامري، فقال لي خل نحولها تكنو، لأن للحين ما كانوا الناس هابين بالتكنو. أخوي عبد الله تكنو يعني تعرف موسيقى إلكترونية شوي، الموسيقى السريعة شوي. أيوة موسيقى سريعة رتم إلكتروني. فسبحان الله سبحان الله عطينا الخبز حق خبازة اللي هو رياض القبندي، لأن رياض جاي من أمريكا ودارس هناك هندسة وكان عنده فرقة أصلا بأمريكا موسيقي عنده. أيوة. فبصراحة يعني وفقنا في هالمجموعة والحمد لله كانت بسيطة يعني وضربت. انتم كلكم ابطال. هذا بعد سؤال. اخوي ركان حياك، وينك عن الحفلات الوطنية والمناسبات الأفراح وتفكرين تتعاقدين مع متعهدين الأفراح؟ أول شيء أنا عندي قناعة بأن الحفلات ساعات يبون الناس اللي مثلا وايد ضاربين، صح؟ ما أدري أنا إذا رأيي غلط أو شيء. يعني في ناس مثلا بالساحل وايد ضاربين، فيمكن يبون جمهورهم، لأن في منتجين سواء أعياد وطنية أو المنتج بالنهاية يبي شلون يطلع من شباك على قولتهم التذاكر. فيمكن هذا السبب، لكن الناس اللي إذا تعرض علي أكيد أنا ما راح يعني أقصر. كم عمرك؟ عمري 42، مواليد 78 شهر 1 17. برجي الجدي. أنت ايرون وومن، ما في مرة تقول العمر حقيقي، صح العمر رقم لكن بطلة. ثقة بالنفس. زين. جمهورك
شوفي انا خليني اقول احنا بس ارجع على اسئلتي بعدين ارجع على اسئله الجمهور. جمهورك شلون كانت رده فعله يعني بعد رجوعك رهف؟ مو كلهم يدرون ان انا موجوده، فشوي شوي مع الوقت مع السنين، وفي ناس فجأة دروا يعني ما في اغاني نزلت لي ما يدرون هذه رهف مالت جيتارة. فاهم علي؟ اوكي في رهف في صوت قاعد يغني بس ما ندري انه رهف. في جمهور جديد طلع حتى لما سويت دويتو مع فنانين من العراق ونجحت فيهم، فصار عندي جمهور جديد. دروا طبعا من السوشيال ميديا، واستانست ان هم شوي شوي ليومك يدشون علي دايركت، انتي موجوده ما ندري. في ناس كذي والله ما يدرون. اي وفي ناس على فكره يشوفوني برا ما يعرفوني، ما يعرفون شكلي. هذه مو رهف اللي كانت بالفرقه كشكل، كنت مكبتبه اكثر، كان وجهي امتن، شعري، تسريحتي. في ناس ما يعرفوني ما يتذكروني يعني. بس زين السوشيال ميديا رجعت فعلا حق جمهورك واحبابك. حتى احنا قلنا الفنانين يمكن قمنا نتواصل معك من خلال لو ما الانستغرام كان ما متواصل معك. اي والله هذا بعد عندك من ضمن الاسئله. وين فرقه جيتارة؟ صوت اختفت على علي. الله هذا اهداء حبها سكن برا يا معدة من قلبي. ذوق اللي شغلتها. قاعد يسألون وين فرقة جيتارة. قبل لا تجاوبين عن فرقه جيتار الاغنيه هذه وين رجعتك؟ عينك راحت، الدنيا راحت، ويش تغير؟ اخوي عبد الله انا من اسمع صوت رينات يعني فهد وخالد واخواني وحبايبي يعني الحمد لله تواصلي معاهم وممكن اشوفهم باي وقت، لكن رينات لما اسمع صوتها هم يحوشني هذا الشعور. انا وايد مشتاقه لها، وايد مشتاقه حق هذه الانسانه. فعموما اسمع اغاني جيتارة سواء فهد او ريناد اكيد. قولوا صوتكم واضح تسمع. ريناد وينها؟ سؤالين بنتين يسألونك، ريناد وينها؟ ريناد موجودة الحمد لله، وموجودة حتى بالانستغرام، واتواصل معاها دائما بالواتساب بجروب جيتارة، بس للظروف الاجتماعية احكام. هذا الأسباب. فرقة جيتارة توقفت إجابة على سؤال أخوي ماكس. فرقة جيتارة توقفت لأسباب يعني اجتماعية بصراحة. أسباب اجتماعية تخصك أنت ولا تخص الفرقة بشكل عام ولا؟ الفرقة تخص الفرقة لأسباب انشغالهم، اللي بالعائلة، اللي بالبزنس، اللي بالعمل، يعني ما في مجال. هذا ركان أسئلته مضبوطة، كفو ركان. اي والله العظيم. لا ركان الظاهر يا متابعك او متابعني ما ادري، بس اسئلته اي نعم من متابعين. يعني ركان اتمنى تكون معي فريق الاعداد جد مو غشمره. اذا هذه معلوماتك تواصلوا مع فريق الاعداد ها جد والله، يكون عنده معلومات عن الفنانين لان اسئلته قاعده تهم فيه. صحيح. ركان SH1 اوكي تفضل. والنعم في ركان. انسرقت لحن يا غالي، انسرق لحن يا غالي اكثر من 4 دول، ليش ما لحقتوهم قضايا؟ ليش ما رفعت عليهم قضايا وانت عارف انها انسرقت وصارت تغنى في هذه الدول؟ اول شيء الاجابه باختصار بان حقوق نشر يا غالي عندما غنتها فرقه جيتارة سلمتها للشركه المنتجه وهي روتانا، وهي المسؤوله عن رفع القضايا وهالامور. احنا ما عندنا الاحقيه او الحق ان احنا لان سلمنا خلاص، احنا بموجب العقد اللي بيننا ما عندنا حقوق. فبحسب ما ورد لنا مسبقا بان بوليوود اللي سووا الفيلم حاولوا يتواصلون مع الشركه لكن ما ردوا عليهم، هذا اللي سمعته ما ادري من مصداقيته. فشافوا يمكن انه ما في مشكله، غنوا اكثر من 6 لغات وليس 4. اي غنوا يا غني. نصيحة مشيت وراه كان كل مناي، انسى اني يوم كنت جريحة، لا تلوميني علشان حبيته، علشان حبيته. الله يا عمري يا عمري
يخرب بيتك شو حبيتك. ايام على راسي والله بيتك جميعا. حبيتك. تفضل ايام المسنجر. السؤال يقول من هم الفنانين في الوسط الفني يدعموك أكثر شيء؟ للأمانة ما أبي أخص أحد معين، أنا كل اللي صادفته وكل اللي اشتغلت معاه دعمني، لكن أنا هم ما أنسى اكتشاف أخوي محمد الحملي الفنان الجميل المبدع الصراحة. المبدع محمد الحملي اكتشفني من ناحية التمثيل. وما أنسى أخوي عبد العزيز الديقان اكتشفني مذيعة أطفال، طلع فيني طاقة أنا ما كنت متأكدة منها، وكانت يعني مهزوزة إني أنا ممكن أصير مذيعة أقدم قصص أطفال وأقدم معلومات وأمثل، يعني أسوي إعادة صياغة. شلون؟ رجع لك الثقة. رجع لي الثقة واكتشف فيني هذه الشغلة. بصراحة ما أنسى هالاثنين اللي طبعا بمقابل كل الفنانين اللي اشتغلت معاهم. الحفلة ركان الأخيرة مشكلة ركان. هذا سؤال ركان. ها اعداد شوفوا انا ما يطلع عندي الكمبيوتر. كاتب الحفلة الأخيرة فرقة جيتارة غنت في موسم الرياض لكن أنت ما كنتي معاهم، شنو كان السبب؟ أولاً موسم الرياض فيه هناك أعتقد يسمونه بيست، بتذكرني بيست شيء كبير كذي، مهرجان مكان كبير. بيست الإيست أو شيء كذي، شغلوا أغنية يا غالي. مو الفرقة، فرقة واقفة، أغنية يا غالي اشتغلت في المهرجان بس الفرقة ما حضرت لأن صوتي هناك. شلون؟ ما انا هذا اللي استغربت منه. بس عموما هذا السؤال اللي انت يمكن الحين جاوبت عليه. زين راهف، شنو الشيء يعني اللي تغير في الغناء يعني قبل والحين؟ شنو اختلف؟ الكلمات ولا الروح ولا صارت الاغاني تجاريه ولا صارت الاغاني ما لها معنى؟ هذا سؤال وايد مهم ما يجاوب عليه الا انت. اخوي عبد الله بكون صريحه وشفافه جدا في الاجابه. احنا ايام اول لما طلعنا كفرقه جيتاره، الفنانين اللي قبلنا ربما انا مو متاكده، في ناس دعموا هذا الفن الجديد المعاصر، لكن ايامها في فنانين قالوا شنو هالايقاعات وشنو هالفن اللي داشين علينا فيه ربما. فانا اللي بوصله من الاجابه ان كل جيل مثل ما احنا الحين قاعد نشوف التيك توك قاعد نقول شو اللي قاعد يصير؟ ايش قاعد يصير؟ احنا اهلنا شافونا لما احنا هبينا بكبوس ابو حديده وهبينا بعزك الله هالسوالف واللبس. بس احنا كان جيلنا كذي لبست انا عزيز ترى جوتي ابو حديده وحزام ابو حديده والكبوس لبسنا بس كنا محترفيه قبل صح مو صح؟ بنطلون ام سي همر مره تلبس والله البنطلون حاط هني لفوق سرتي ايش دعوه بالبنطلون هني؟ فاحنا بالنسبه لهم احنا سواء بالوضع العام كجيل بالنسبه لهم احنا جيل فاسد. فانا الحين قمت بالنسبه لهم اول كانت يقولون شو اللبس شو الخرابيط اللي تلبسونها كنا فنفس الفكره جيل عن جيل يختلف ذوقه. فالفنان مو قاعد يغني حق نفسه، يغني حق نفسه يغني بالبيت، يغني حق جمهور، لازم يسمع شنو يبي الجمهور ويغني. عنده مبادئه، عنده قيم على قولتهم اطاره الخاص اللي هو فنه، بس ما يمنع يقدم حق الجمهور. في جمهور كل يوم قاعد يطلع جمهور جديد يبي اشياء، يبي مطرقه، يبي مواعين يا اخي، يبي ايقاعات مواعين. الجمهور الحالي والله انا اشوفه جمهور طرشوله قطوه اسود حاط لي وطرشوله وجكشان وحاط محمد علي كلاي. زين انا بطلع من الاسئله شويه. ابي اسمع غناء، غني لي. اعطيني شيء قديم شيء من الاغاني القديمه الجميله الحلوه. خلينا نسمع كل الاغاني على نختم معك. طيب نقول مثلا اغاني حتى لو ايام صباح بتغني ساعات مثلا، انت بتغني اغاني حلوه رومانسيه حق اليسا قديم، اي شيء قديم حلو، رويشد، عبد الكريم، عبد الحليم، كيفك. طيب نقول مثلا خلينا نشوف بس الطبقه. هذه الأغنية وايد أحبها أخوي عبد الله، أغنية رويشد، ألبوم سنة 90 أتوقع قبل الأزمة. لا 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 تصدق
لا تصدق من حكالك، من حكالك يحكي فيك طبقات. لو هو بالظاهر بدالك، بالظاهر بدالك، طيب وخايف عليك، طيب وخايف عليك. واللي قاله في غيابي قاله عنك وانت غايب. لا تآمن لا تحاذر، الحذر في الحب واجب. لا تصدق. تيرارارارا. الله عليك، الله عليك يا رهف. يعني هذه فعلا من اروع الاغاني اللي انا احبها شخصيا. يعني انا رويشد كلماتها اموت. ابو خالد احب له الاغنيه هذه، احب قلبي معك يا مشغل البال مرتاح. عنده اغاني وايد حلوه. عندك مثلا هم نفس الشيء نبيل يعني عنده نبيل شعيل، عنده من الاغاني الجميله اللي هي قبل اللي هي من تكون. لا قبل من تكون، ذكريني فيها اغاني. تدري شنو احلى اغنيه عندي حق يا نبيل؟ نظير العين الاقي مثلك وين، عرفتيها؟ ذوق خف الدم. نسيت الاغنيه. وايد اغاني خل عنده. اسمعك شيء من الاغاني المفضله للفنان بوشعيل، اللي انا ليومك من المفضله يعني. ايه اكيد مفضله عندي على حاشتنا، راح اكملها عندك. مسافر وقلبي مجروحي الحلوة، مسافر ودربي متثاقل الخطوة، والغربة مو سهلة لولا سبايبها، والعشرة مو سهلة لولا سبايبها. لا توصيني، لا توصيني، لا توصيني، لا توصيني. نقول شيء سامري. يلا نجرب الصدى شوية. عبد الله وش تغني أغنية حلوة اسمها؟ طال هجر الحبايب وعذاب العلي، الله يا ايه سلام منهم وبخلوا في دواء. كل يوم يجيني وترجى الخليل، واقول يطف على اللي ميت في هواه. الله 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 الله. يعني شوفي عندك من ترفعين الطبقه تنين هني، والله عندك طبقات صوت والله رهف، يعني شيء جبار. احنا الاعداد طالبين منك اغنيه مثل النسيم، اغنيه ام حنين نوال. حسافة مو محافظتها صح؟ للأسف هذا للأسف. والله العظيم انا محافظها. ترى مشكله الحين المطرب اذا ما يحفظ اغاني زملائه، هذه مشكله انا اشوفها. ليش؟ خصوصا بالحفلات الخاصه لما اي واحد يطلب منك مشكله. يعني تخيلي عائله مثلا قالت تعالي مثلا تغني حق عرس مثلا او حفله خاصه، تخيلي تيجي ورقه مثل هذه مكتوب فيها مثلا مثل النسيم، شو تردين عليهم؟ تقولين لهم والله انا محافظتها؟ والله انا اقول لك شغله، انا دشيت على قولتهم لاين العروس. عيز اخوي عبد العزيز العروج، الاخو الغالي العزيز. العروي ولد عمي، ولد عمي عزيز العروي. صدق والله. اي والله عزيز العروي، اخو احمد جسوم والله والنعم. عمي يعقوب العروي. والله والنعم. طبعا انا راح اقول لك شلون سالفه انهم عيال العروي واحنا عيال طليحه، راح اقول لك بعدين السالفه. ان شاء الله. والله والنعم. عبد العزيز من الناس اللي وايد يعني تدري ايش كثر يحبني ويحب لي الخير. فدششني معاه بلاين العروس، فقال لي رهف ليه متى يدز لي لينكات يوتيوب حفظي وانا اشغل بالسياره مثلا ذيك المره مشغله على غيمه جنوبيه حلوه الاغنيه. بس انا قاعد اسوق قاعد اقول انا ترانس دوف 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 انا ترانس. انا وجهي انا غيرت انا احط ترانس سكت سياره. يعني ودي بس ما اقدر، الهواء ضدي، بس ان شاء الله احاول. لا بالعكس انت روحك حلوه والله يا رهف، بالعكس. شوفي الاغاني هذه
ترى عزيز قال لك كلام صحيح، عزيز قاعد يعطيك لغه العصر الان هي الحفلات. طبعاً، يعني اغاني السنجل، الحفلات الخاصه، الحفلات مثلا اللي على المسارح، هذه لغه العصر. فلازم تحفظين اغاني. انت اوكي عندك باك جراوند حلو، عندك اغاني خاصه فيك، بس اغانيك لها رتم معين مو نقاسيه. يعني انا احب الاغاني الحزينه اللي عندك، حتى الاغاني اللي قبل شوي سمعناها وحطينا هذه الاغاني اللي تعودنا عليها من فرقه جيتار. لكن الناس تبي تسمع طبعا الشيء الجديد، طبعا. يعني انا ودي الرتم السريع. اي ودي والله شفت هذه غيمة جنوبية، الأغاني مالت على قولتهم الخبيتية، السامرية، أغاني القديمة التراثية الشعبية. الله يذكره بالخير أخوي بعد سعود المزيعل، ذيك المرة قاعد أسولف وياه على الأغاني القديمة. فبالعكس أنا ودي أدخل هذا اللاين. بس أنت كفنان لما تروح مثلا تسوق سيارة تبي تمزج على الأشياء اللي أنت تبيها، على الاشياء اللي نحبها. إيه، فلما أقعد أسمع أشياء مو جوي أحس كأني قاعدة بدرسها وأحفظ. فاهم علي؟ كذي شعوري. بس لازم غصبا علي، لازم. والله ما ادري، احنا هذا ترى شيء صعب، خصوصا واحد ما يفرض عليك شغله انه والله راح لازم تحفظين عشان والله تغنين بحفله. فهذه يعني صعبه. الا اغنيه نحبها جديده وضاربه نسمعها. بس الاغاني مثل ما قلت واحد يعطيك مثلا شيء يقول حفظي، مشكله. بس خلي عبد الله لما تدش العرس وتشوف الناس مستانسين وانت مغني بليله عمرهم، لا تقول لي لازم تحفظين وتونسين هالعالم. دام ان هم قالوا لا نبي رهف، عجبنا يعني صوتها وعجبنا جوها، خلتي رهف حفظي ان شاء الله حاضر ان شاء الله. انت عموما مشيت بالسكه يعني، مشيت بالسكه امورك طيبه. ايوه عندنا شهر 10 مع اخوي عبد العزيز المفروض في حفل زفاف شهر 10، ما ادري عاد الكورونا ايش راح يصير. باذن الله يعني ان شاء الله هذه الامور والشده وتزول ان شاء الله. يمكن انا الحين وصلت وياك تقريبا لختام برنامج خلف المجهر. ودي يمكن كلمه اخيره يعني تقولين حق الناس يعني في ظل هذه الظروف، راهف تقولين نصيحه مثلا شلون يتعايشون مع الكورونا، شلون مثلا يدورون بالهم مع نفسهم، شلون يكونون قاعدين في البيت ما يطلعون، شلون يسلون نفسهم في البيت، شو يسوون ما يسوون. وطبعا هم مبارك عليك شهر باكر برمضان، هم في ظل الكورونا شنو ممكن الانسان انه يسوي؟ ونختم معك طبعا في اخر شيء. اول شيء اخوي عبد الله، ما شاء الله انت ملاحظ عيالنا قبلنا صار عندهم وعي، حتى الصغار صار عندهم وعي. كلنا طفنا مرحله الشهر الاول من خلال التوعيه الاعلاميه، وكلكم ما قصرتوا على قولتهم. الحين الكل عارف، بس منو اللي بقى مو عارف الموضوع؟ اللي مخه مو براسه، اللي ما ادري وين مخه، اللي كل ما تقول له اقعد لا تطلع يطلع. انا هذا ما اعرف اتفاهم معاه، انا اتفاهم مع الانسان العاقل. صح. فخلاص الناس العاقلين العجال يدرون شو اللي لهم وعليهم. ان شاء الله تعدي علينا على خير، ديرتنا بخير ان شاء الله. في وايد نسمع اشياء احنا مو راضين عنها بالفعل يعني، وما نقدر نتكلم عنها من خلال على قولتهم السوشيال ميديا. خلي اللي بقلبنا بس ان شاء الله تنحل الامور، لان في ناس مظلومين وفي ناس مو مظلومين، سواء على صعيد الادارات كل شيء، وسواء على صعيد التنفيذ. فالله يعديها على خير ان شاء الله. اتمنى شهر رمضان بالتحديد، رمضان الخير، شهر روحاني بابواب السماوات مبطله. ادعيه العباد لرب العالمين مستجابه باذن الله. صحيح. فان شاء الله طاقه الروحانيه هذه تحيط الكرة الأرضية بالعباد المسلمين حول العالم. وإن شاء الله يا رب رجائنا الله ما يخيب يعني ظننا فيه بإذن الله، أنه مستحيل أنه ما يستجيب دعائنا. إن شاء الله أنه هي يعني بتعدي على خير بإذن الله تعالى. أنا أشكرك جدا، مشكورة على هالمداخلة الحلوة وعلى الحلقة الحلوة هذه. وإن شاء الله طبعا الحلقة دائما أقول حق مشاهديني كل الحلقات اللي في برنامج على المجهر تشوفونها موجودة في اليوتيوب ثاني يوم أو بعد يومين. وشكرا جزيلا لك رهف عزيزتي، ما قصرتي، اغاني حلوه وصوت حلو والله. وابقى ان شاء الله في اعمالك اللي راح تقدمينها. شكرا جزيلا وانا فانزك بعد قلبي على راسي. مشكورين كلكم وشكرا لاختياري. طبعا اتشرف اكون معاكم. ان شاء الله يا رب عليكم شهر ينعاد عليكم وعلى اهلكم كل خير. الى اللقاء وتشوفكم على خير. مع السلامه. مع السلامه. تحياتي. شكرا لكم متابعينا، يعطيكم العافيه. شفتوا طبعا هذه الحلقه، تبي تشوفون باقي الحلقات اللي انا سجلتها في برنامج خلف المجهر تلقونها على اليوتيوب. اكتب اسمي بالعربي عبد الله طليح تطلع لك صفحتي في اليوتيوب. شوف فيها اللي تبي من برامج ومسلسلات وكل شيء يخص عبد الله طليح موجود في اليوتيوب مع قناتي الجديده. شكرا لكم، يعطيكم العافيه على حسن المتابعه. شكرا.